كطالب في كلية تربية رياضية أو كلية علوم الرياضة، الاسم الجديد ليها. أذاكر ازاي المواد العملي. المواد العملي زي اللي هي كرة القدم، السباحة، الملاكمة، الجودو، المصارعة، أي مادة علمية عندك. بصي يا كابتن، أنا هقسم المواد دي لقسمين ملهمش تالت. اول قسم بيتحفظ اللي هو انا هحفظه كويس قوي، والتاني قسم بيتفهم. طب ايه القسم اللي بيتحفظ يا كابتن مريم؟ دي حاجه ليها علاقه سواء بمصطلحات او بارقام. ارقام اللي هي زي ابعاد الملعب، زي قوانين. مثلا انت عندك حرف الطياره اسمها 3 4 2 3 2 6. اي حاجه ليها علاقه بارقام او مصطلحات، سواء بالانجليزي بقى سواء باي حاجه، دي هحفظها. طب والقسم اللي بيتفهم اي حاجة تانية بقى، سواء آه كلام ما بين السطور، هقرأه بس بفهم كده والدنيا هتبقى تمام. دي بالنسبة لسنة أولى وسنة تانية. طب سنة تالتة اللي هي تبقى مواد كلها تحكيم، احفظ المواد الأساسية بتاعتك. يعني أنا مثلا عندي مثلا في كرة القدم عندي مثلا فيها حوالي، عندي القانون فيه مواد كتير قوي. فانا احفظ المواد الاساسيه اللي انت عارف ان انت هتستخدمها كشكل علمي اكتر. والمواد التانية بس تشيك عليها بس كده. الدنيا سهله مش صعبه. انت عندك الامتحان بتاع اخر السنه او نص السنه بتاع المواد العملي عليه 30 درجه، لان الدرجه العظمى عندك للعملي والشفوي، مش للنظري خالص. دي بالنسبه للمواد العملي. كان معاك كابتن مريم صلاح، ما تنسونيش بدعوه.